السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنبدأ بقى في تحضيرات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ده كده فانوس. هو بصراحة مش بتاعي، يعني بتاع اخويا، وهو اداهولي قال لي غيري لي بقى القماش، لان انا كنت اخر مرة عاملاه له من حوالي 3 سنين. وبصوا القماش من الشمس باظ خالص وشاط. تمام. فقال لي هاتي لي انت القماش بقى واعمله لي ايه من اول وجديد. تمام. رحت بقى السوق عندنا، جبت الفرنشه دي، وجبت القماش بتاع رمضان. عايزه اقول لكم الخامه دي حلوه جدا، قطن مش بلاستر، وده احلى شكل انا بصراحه حبيته هناك. المتر كان عامل 65 جنيه، والفرنشة المتر عامل 2 جنيه ونص، والصباع الشمع عامل 5 جنيه. بصوا اشكاله جميلة، فيها شخصيات رمضان كلها، بوجي وطمطم وفنانيس وجميع بقى الاشكال اللي انت حباها. تمام. فده احسن حاجة انا حبيتها هناك، ما حبيتش اجيب اللي هو التقليدي. تمام. هنا بقى كانت طبعا الفانوس مكسور وهو كان مربطه كده، فتعالوا بقى مع بعض هنشوف هنصلحه ازاي. هجيب حاجة اسمها سلك رباط من عند اي موال. ده انا بجيب ب5 جنيه، بيفضل عندي كتير، يعني بقى يعني بيديك حبة كتار، بعمل بيه حاجات كتير يعني. تمام. هنا بقى مسكت السلك الرباط وبدأت اثبت الجزئين اللي كانوا مكسورين. بصوا ثبت معايا وبقى زي الحديد، ولا بقى محتاجة تروحي تلحميه ولا الكلام ده كله. تمام. بعد كده بقى هنبدأ نجيب القماش وهبدأ اقص على مقاس كل جنب لوحده. تمام. حلاوة القماش ده ان هو العرض عرضين، عرضه حوالي 2 متر و40، يعني الجزء اللي انا قصيته ده كفالي جنبين. تمام. هنا بقى بعد ما حطيت القماش، تمام، والشخصيات بقت كل جنب كده عليه شخصيات. هنبدأ بقى نركب الفرنشة. هبدأ بقى اجيب الفرنشة وهبدأ بقى اركبها، وتعالوا معايا شوفوا شكله اهو. طبعا انا الفرنشة اللي كنت جايباها ما كفتش معايا، فهسيبه بقى لغاية الصبح، وهبدأ اكمله الحاجات اللي هي ناقصة دي. بصوا حطيت له بقى الجزء اللي هو تحت ده اللي انا قصاه، ده كان بقيه القماش، فانا مرضتش بصراحه اقصه، فخليته بشراشيب كده منه يديله طول ويبقى شكله حلو، يعني حبيت شكله كده احسن. هنا بقى الفانوس بعد ما خلص كملت بقى بقيه الفرنشه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا شكله في منتهى الجمال، طريقته سهله جدا. انا كنت عاملاها في الفيديوهات بتاعت القديمه بتاعت القناه، اللي حابب يشوف التفاصيل ازاي بقص وازاي بلزق الفرنشه ارجعوا الفيديوهات القديمه وهتعرفوا الطريقه. حبيت ايه اعمل لكم كده فيديو صغير بخصوص فوانيس رمضان. لو عندك اي حاجه قديمه تقدري ان انت تجدديها، احسن ما تروحي تجيبي الحاجه من بره. دلوقتي المقاس ده ممكن يخشلك على 400 جنيه. لا، انت كل سنه غيري القماش بتاعه لو باظ وخلاص على كده. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وكل سنه وانتم طيبين.